ازيكم؟ النهارده هنكمل موضوع الحلقه اللي فاتت اللي هو البروتين. احنا في سبلمنتك عايزين نعرفك ازاي تروح اي مكان تشتري نوع السبلمنتس المناسب ليك من غير ما تسال اي حد. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على انواع البروتين كسبلمنتس. النهارده بقى هنعرفك ازاي تبتدي تستخدمه. عايزين نحسب حسبه بسيطه. كل كيلو في جسمنا محتاج 2 جرام بروتين. فانت لو انت وزنك 100 كيلو يبقى انت محتاج 200 جرام بروتين. هنقول ان انت هتاخد من الاكل حوالي 120 130 جرام بروتين. مش هينفع تاخد كل البروتين اللي جسمك عايزه من السبلمنتس لان هو في النهايه اسمه مكمل غذائي، يعني هو بيكمل اكلنا. فلو هناخد 120 جرام بروتين من الاكل هيبقى باقي لنا حوالي 80 جرام. دلوقتي بقى انا هعرفك ازاي تاخد ال 80 جرام في اوقات ايه وتاخدهم من انهي نوع بروتين. في المره اللي فاتت اتكلمنا على 5 انواع البروتين كسبلمنتس اللي هو الواي والايزو والهيدرولايزد والكازين والويت جينر. هنمسكهم واحده واحده نعرفك ازاي تستخدمهم وتستخدمهم امتى. دلوقتي عندنا الواي والايزو والهيدرولايزد. الواي والايزو تقريبا زي بعض، نسبه الفاتس اللي فيهم بتبقى حوالي من جرام لجرام ونص فاتس. بس عندنا في الايزو في ناس كتير بتفتكر ان الايزو ده بروتين زي الهيدرولايزد ما فيهوش فاتس ولا كارب، بس هو في منتجات بيبقى فيها فاتس وكارب مكتوب عليها ايزو. وخلي بالك ان الطعم بيفرق معانا في نسبه الكربوهيدرات والفاتس. الهيدرولايزد بيبقى بروتين ده معزول ما فيهوش ولا فاتس ولا كاربز. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ مفيش فرق قوي. انت بتبقى محتاج تستخدم هيدرولايز لو انت راجل عندك ماتش او عندك بطوله. الجرام ونص فات دول ممكن تحرقهم عادي جدا. اللي بيظبط يا جماعه ان احنا نعمل عضلات ناشفه مش السبلمنتس قد ما هو الاكل اللي احنا بناكله. دلوقتي احنا قلنا ان انت محتاج 80 جرام بروتين. طيب الثلاث انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول السكوب بيبقى فيه من 22 جرام لحوالي 26 25 27 في الافريج ده. فانت كده محتاج 3 سكوبس. هتاخد 2 سكوبس مره واحده وسكوب لوحده. مش هينفع تاخد 3 سكوبس مره واحده لان جسمك مش هيمتص اكتر من 50 جرام بروتين. هنعمل ايه؟ اول حاجه هيبقى فيه سكوبين بعد التمرين، دول اساسيين لان جسمك بعد التمرين بيبقى محتاج بروتين. السكوبين اللي هتاخدهم بعد التمرين دول لو انت هتتمرن الصبح فانت هتاخد سكوبين الصبح، هيتبقى لك سكوب هتاخده بين الغداء والعشاء كسناك. لو انت هتتمرن بالليل فانت بتاخد سكوبين بالليل، هيتبقى لك سكوب تاني هتاخده الصبح بين الفطار وبين الغداء. رابع حاجه الكازين. دلوقتي الكازين بيبقى فيه نفس برضو نسبه البروتين في السكوب من اللي هو من 22 ل 26 على حسب. فاحنا قلنا ان انت هتبقى محتاج 3 سكوبس. لو انت معاك شويه فلوس وهتقدر تشتري كازين وواي او هتقدر تشتري كازين وايزو او نوعين بروتين، فانت كده هتاخد 2 سكوبس من الواي او الايزو او الهيدرولايز بعد التمرين، وهتاخد سكوب او سكوب ونص من الكازين قبل ما تنام. لان احنا قلنا ان الكازين ده بروتين امتصاصه بطيء هيفضل يغذي عضلاتك لحد 8 ساعات. اخر حاجه معانا الويت جينر. طبعا الويت جينر مش هنتكلم على واحد وزنه 100 كيلو لان لو واحد وزنه 100 كيلو مش هياخد ويت جينر. ده واحد رفيع عايز يزيد، فبيدور على اكتر برودكت ممكن يلاقيه في كميه كاربس وفي كميه فاتس. ومش معنى كده ان الويت جينر هيبقى للناس اللي وزنها قليل او هي رفيعه. ممكن يبقى واحد وزنه تقيل بس هو عايز يبلك ومش فارقه معاه شكله وهو من غير تي شيرت عامل ازاي، هو عايز يزيد وخلاص فبياخد ويت جينر. احنا نخلينا في الناس اللي عايزه تزيد وهي اصلا عندها مشكله وزن، هيبتدي ياخد ويت جينر. الويت جينر بيبقى السكوب اللي هو السيرفنج كبير شويه، بيبقى فيه حوالي من 40 ل 60 جرام بروتين، وبيبقى فيه زيهم كاربز وفات. مش معنى كده 60 كاربز و60 فات، بيبقوا متقسمين. فانت بتبتدي تختار. لو واحد رفيع قوي بيبتدي يدور على اكتر ويت جينر فيه كاربز وفات اكتر من البروتين. يعني ممكن يبقى السكوب فيه 40 جرام بروتين و80 جرام كاربز وفات، وفي حاجات تانية بيبقى فيها 40 و20. فدي على حسب وزنك وعلى حسب انت عايز تزيد قد ايه. وخلي بالك ان الويت جينر ما بيزودش شكل وانت من غير هدوم، هو بيزود شكل وخلاص. فهتلاقي بطنك بتزيد وهتلاقي عضلاتك كلها بتزيد. بعد كل ده ازاي هتعرف تختار نوع البروتين المناسب ليك؟ المفروض ان انت عارف التارجت اللي انت عايز توصله. فهتمسك اي علبه بروتين هتلاقي مكتوب عليها حاجه اسمها سبلمنتس فاكس. السبلمنتس فاكس دي مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها المكمل ده فيه قد ايه بروتين، فيه قد ايه فاتس، فيه قد ايه كاربز، وفي بقيه المكونات اللي جوه العلبه. هتقرا الحاجه دي على اللي احنا قلناه قبل كده، هتعرف انت العلبه دي او البروتين ده او النوع المكمل ده هيناسب التارجت اللي انت عايزه ولا لا. احنا كده خلصنا البروتين. لو عندك اي اسئله اسالنا على هاشتاج سبلمنتك، واستنونا في الحلقه الجايه هنتكلم على امينو اسيدز.